هنيجي لتسطيب المشروع بتاعنا. أول ما جينا بدأنا فيه، عندنا في folder فيه dataset. الdataset اللي مطلوب مني اللي أنا أعمل لها extract وأنقلها جوه الdata warehouse بتاعتي. وكمان عندنا الdocker compose علشان أقدر أشغّل Spark. طيب، إحنا في الكورس أساسيات data engineering في Udemy شرحنا يعني إيه docker ويعني إيه docker compose، وإزاي اللي أنا أقدر أعمل service وإزاي أنا أrun الservice بتاعتي. طيب، أنا عندي هنا service عن Spark master. كده الdocker file والdocker compose هتلاقيهم الاتنين مرفوعين على link الrepo بتاعة الGitHub. هتاخد نفس الconfiguration ديّة هتشغّلها عندك تشتغل. خلّينا نشرحها. سبارك ماستر ده الاساسي بتاعي اللي انا برن بيه السكشن بتاعي. هتلاقي الكوماند اللي انا برن بيه او بي تي سبارك، بعد كده بن، وبعد كده اديله سبارك سامت واديله الشغل بتاعي. وهو بيرن على بورت 8080 والفوليوم بتاعي جوه انا عامل اب اسمه اب. تمام. طيب، عندنا برضو سبارك وركر اللي بيشتغل مع سبارك، وكمان عندنا سبارك وركر 2، وبعد كده عندنا البوستجريس. البوستجريس هي بالنسبه لي هي بالنسبه لي الداتا وير هاوس بتاعتي. تمام. بدل ما انا اروح ابني داتا وير هاوس لوكال، لا، انا اشتغلتها عن البوستجريس على سيرفرز على دوكر، بحيث اكون متعود ان انا اشتغل بيه. طيب، الايمج بتاعتي بوستجريس 50، الكونتينر نيم بوستجريس، الانفايرمنت بتاعتي اللي هي بوستجريس داتابيز، اسم الداتابيز بتاعتي هي داتا وير هاوس. وعندي البوستجريس يوزر هي سبارك، البوستجريس باسورد هي سبارك، هي بترن على بورت 5432. اوكي. فاحنا عندنا دلوقتي ازاي نتعامل مع دوكر عن رن زي ما احنا متعودين. طيب، وعندنا كمان الدوكر فايل مهم اللي انا باجي اديله اليوز سبارك. وخلي بالك انت عندك حاجه اسمها جي دي بي سي درايفر هنتكلم عليها بعدين. وبعد كده الريكوايرمنتس بتاعتي قلت له رن لي الريكوايرمنت ديت عشان احتاجها. طيب، هي الريكوايرمنت بتاعتي هي اللي انا منزل بيها البوستجريس. طيب، لحد دلوقتي ممكن ما يكونش فيه اي حاجه صعبه. تمام. وممكن نشتغل كده على طول. طيب، أنا عن نفسي ما عنديش أي خلفية عن دوكر. خُش افتح أساسيات دوكر. كمان أنا ما عنديش مثلًا إزاي أتعامل مع المشروع. أنا مش هاعرف أكتب الدوكر file. لأ، أنت الproject ده خُده as it is. تمام. شغّل الدوكر بالأوامر اللي إحنا هنقول عليها، امشي ورانا بالضبط. كده النسخة ديّة هتبقى مرفوعة على link الrepo على الGitHub. الهدف من الproject ده مش دوكر، على قد الهدف منه اللي إحنا نطبّق الsolution بتاعنا، اللي أنا عندي source أعمل منها extract وأعمل transformation using spark للbig data، وبعد كده أعمل لها load للdata warehouse. تمام. من ضمن المشاريع الجاية بتاعتنا إن شاء الله هنتكلم برضه عن دوكر بالتفصيل، بحيث أنت بالنسبة لك تكون محترف باستخدام دوكر. تمام. يعني أنا لو ما عنديش أي خلفية عن دوكر، أسحب الريبو، أشغّل دوكر زي ما شغّال عندي، وبعد كده أشتغل عادي ما فيش أي مشكلة بالشغل الETL بتاعتي العادي. طيب، هارُن دوكر إزاي؟ آجي أتأكد إن الدوكر ديسكتوب عندي شغّال. تمام. خلّينا نمسح أي حاجة قديمة. هو المفروض يبقى عندك شغّال كده. هتدّي له هتدّي له docker compose. تمام. up dash d عشان الدوكر بتاعك يرن. تمام. قال لك created started والدنيا زي الفل. لو جينا هنا بصينا هنلاقي في project 2 e-commerce اللي احنا هنتكلم عليه، هنلاقي السبارك ماستر بتاعنا ده الاساسي شغال، البوستجريس شغال، السبارك وركر ال2 1 و 2 الاثنين شغالين. طيب، هنيجي نعمل انا دلوقتي عندي ملف كده فولدر، قصدي جواه الداتا سيت انا بتاعتي. المفروض ان انا ابقى فاهم الداتا سيت دي عباره عن عندي كاستمرز ديت فيها كاستمر اي دي، كاستمر يونيك اي دي، كاستمر زيب كود. تمام. وعندي الكاستمر سيتي وعندي الكاستمر ستيت. تمام. عشان ابقى فاهم. وكمان عندي الاوردرز. عندي اوردرز هو عباره عن اوردر اي دي، كاستمر اي دي، اوردر ستاتس، اوردر بيركز تايم،
ستامب، وبعد كده عندي ابروف، اوردر ابروفد اد، واوردر ديليفرد، واوردر ديليفرد كاستمر ديت، واستيميتد ديليفري ديت. كل ده بيتكلم على الايه الديت. عندي كمان الاوردر اي دي، قصدي الاوردر ايتمز، هو عباره عن علاقه ما بين الاوردر العادي عن طريق اوردر اي دي، والاوردر ايتم اي دي، والبرودكت اي دي كمان، وكمان السيلر اي دي، يعني الاوردر ذات نفسه اللي تم، والاوردر ايتم، وبعد كده عندي البرودكت، وعندي كمان اللي بايع، تمام، وعندي البرايس بتاعتي، وعندي حاجه اسمها ايه الفرايت فاليو، تمام، وعندي كمان الشيرنج ليميت دي، تمام. عندنا كذا حاجه، وعندنا كمان في البرودكت اي دي، كاتيجوري نيم، والنيم لينس، وهكذا. طيب انا دلوقتي قبل ما ابتدي اي حاجه لازم ادخل اناليسز، ابقى فاهم كل حاجه في الداتا سيت بتاعتي ديت بتتكلم عليها عشان اقدر اشتغل عليها. طيب هل انا من دلوقتي انت المفروض تعمل اناليسز طبيعي جدا، تبص على الداتا سيت زي ما انا عملتها، ابقى فاهم كل كولوم ده طبيعته ايه. برودكت اي دي هو عباره عن سترينج عشان فيه حروف وارقام، والكاتيجوري برضو عباره عن سترينج، وهكذا. طيب بعد كده انا جيت في مرحله اللي انا خلاص فهمت الداتا سيت وكله تمام، ادخل في المرحله اللي بعد كده. ايه المرحله اللي بعد كده؟ ان انا اعمل اكستراكت لكل اللي في الداتا سيتس دي. كل الفايلات السي اس في انا عايز اخدها اعمل لها ايه اكستراكت. طيب اعمل لها ازاي؟ اول حاجه انا محتاج هنا اعمل فولدر، اكريت فولدر جديد اسميه ايه؟ اسميه انجكشن، تمام. طيب انجكشن ده طبيعي ليه؟ عشان انا محتاج اعمل زي هنا اهو، تمام، محتاج اعمل اكستراكت. فالمرحله بتاعت سبارك دي كلها على بعضها اسمها انجكشن بتاعتي. طيب محتاج اعمل ايه؟ هفتح الفولدر ده، هعمل ملف config دوت دي اي. الملف ده هحفظ فيه الاعدادات بتاعت سبارك عندي، تمام. طبعا احنا متعلمين سبارك توتوريال، لو مش متعلمها هتلاقيها عندنا في الكورس بتاع يوديمي، كمان على البلاي ليست على اليوتيوب. فهتلاقي اللي احنا عاملين الكونفج. لازم تدي الاول ايه؟ سبارك، تعمل سبارك كونفجريشن قبل ما تبتدي الشغل. ايه السبارك كونفجريشن ديت؟ انت محتاج فروم ايه باي سبارك دوت اس كيو ال امبورت مين؟ انت محتاج تامبورت السبارك سيشن. جميل، طيب حلو. بعد كده محتاج اعمل ايه انا؟ محتاج اجي هنا اديله ايه؟ اديله السيشن بتاعتي، اديله سبارك، اعرف سبارك واقول له ايه سبارك سيشن، وبعد كده احطهم كلهم جوه اقواس. عشان اعمل ايه دلوقتي؟ اقول له كده سبارك سيشن دوت بيلدر دوت اب نيم. اسم الاب بتاعتي هنسميه مثلا ايه؟ كوميرس. وبعد كده محتاج اعمل ايه بعد كده؟ عندي دوت ماستر. انت هتشغله على ايه؟ هشغله على اللوكال، واستخدم لي استرس، يعني كل الكورس، كل البروسيس اللي عندك، البروسيسور اللي عندك في الجهاز. وبعد كده هاجي اقول له دوت جيت اور كريت، تمام. انا كده عملت السبارك سيشن بتاعتي. طيب جميل جدا. محتاج اعمل ايه بقى؟ محتاج اعمل ملف للبرونز لاير، مش انا هنا عبني برونز لاير، تمام. جميل جدا. فانا هاجي هنا اروح اكريت ملف اسميه برونز دوت بي اي. هلاقي هنا كريت لي ملف البرونز بتاعي. هاجي اقول له ايه؟ انا دلوقتي عايز استخدم مين؟ سبارك ده. جميل جدا. فهاجي اقول له فروم ايه الكونفيجريشن اللي انت عامله، الملف اللي اسمه config import مين؟ import spark. جميل جميل. طيب انت عايز بقى تلود الملفات ديت، تمام. طيب انا هلود ملف ملف؟ لا طبعا، احنا محتاجين في مبدأ في بايثون don't repeat yourself، تمام، او في البروجرامنج عامة، تمام. انت ما ينفعش تعيد نفسك، تمام. فانا محتاج الوب على كل الملفات ديت. حلو قوي. هلوب عليهم ازاي؟ ادي له التيبلز بتاعتي،
بالمنظر ده. والتيبلز ديت بتساوي ايه؟ ديكشنري دي فيها ملف كل واحد، يعني انا عندي كاستمرز، وهنا عندي ايه؟ عندي الكاستمرز دوت سي اس في برضه ايه از ديكشنري. انت عملتها از ديكشنري ليه؟ عشان هطلب عليه. وبعد كده عن كذا واحده هتبقى ايه؟ عندي اوردرز، وعندي كمان ايه؟ اوردر ايتمز، وعندي كمان مثلا products، وعندي كمان ايه؟ ريفيوز، وعندي كمان، مش لازم نلودهم كلهم بس على الاقل ايه نبقى حبه حلوين منهم. عندي كمان تمام. انت في مشروع حقيقي آه انت لازم تلود كله طبعا، بس انا هنا عشان ايه بنفهم بس الكونسبت بتاع. عملت تيبل جميل جدا، وعايز اديله البيز بتاعي. طب اديله البيز باث، هم موجودين فين؟ خلي بالك انا دلوقتي شغال في جوه دوكر، صح ولا لا؟ فانا محتاج اديله الباث بتاع الدوكر. طب الدوكر بتاعي كان الباث بتاعه ايه؟ الاب. فانا لازم اديله اللي انت جوه الاب، جوه ايه؟ ملف اسمه الفولدر اسمه الداتا سيتس. تمام، هو ده الداتا سيتس، المنظر ده. طيب وبعدين هنا بقى هتيجي تلوب عليه. حاجه الوم ازاي؟ حاجه اقول فور مثلا نيم، وكمان فايل ان ايه تيبلز دوت ايتمز عشان دي ديكشنري. وبعد كده هيجي اعرف الداتا فريم بتاعتي. تمام، الداتا فريم بتاعتي بتساوي ايه؟ حاجه اقول هي عباره عن سبارك دوت ايه ريد، وبعد كده اديله ايه دوت عندي اوبشن. الاوبشن بتاعي اول حاجه الهيدر بترو، عشان يجيب لي كل كولوم في الداتا سيت، يعني يجيب لي الكاستمر اي دي، يجيب لي الكاستمر يونيك، وهكذا. طيب وبعد كده حاجه اقول له تاني دوت اوبشن الانفر سكيم، انفر سكيما بترو. تمام، علشان يبقى حافظ لي مثلا هنا ديت سترينج ديت سترينج. تمام، ديت مثلا مكتوبه سترينج، يفضل حافظها لي ايه زي ما هي موجوده في الايه في السي اس في بتاعي. طيب وبعد كده حاجه اقول له ديت ريد و لا سوري دوت سي اس في على طول. بعد كده ادي له بقى الملف بتاعي. طيب الملف بتاعه هو موجود فين؟ جوه، نعمل هنا فورورد سلاش، اجي ادي له ايه؟ هي موجوده فين؟ جوه البيز باث. طب اسم الفايل ايه؟ اسم الفايل اللي هو النيم اللي جاي لك، او الفايل ذات نفسه اللي هو دوت سي اس في. فاجي اقول له بلس بالمنظر ده. تمام. طيب وبعد كده بعد ما يخلص خالص هاجي اقول له ايه بقى؟ اعمل لي داتا فريم دوت رايت دوت مود. انا دلوقتي عملت اكستراكشن، هتحفظهم فين؟ احفظهم في مكان اسمه باركي. طيب المود بتاعي اوفر رايد، عشان لو هو مكان مكتوب قديم تبدل لي القديم بالجديد. وبعد كده دوت باركت. تمام، باركت ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان انا يحفظ لي الملف ده. طب ليه ما احفظوش في سي في؟ طب احنا عملنا ايه؟ طب ليه هو افضل اصلا؟ ده سؤال سينيور. ليه الباركت افضل بكتير من السي في؟ اولا عشان هو بيحفظ الملف مش از رو، يعني مش بياخد رو، لا بياخد از كولوم. يعني ياخد لي الكاستمر اي دي، ياخد لي الكاستمر اي دي كده كله بالمعلومات بتاعته، ويروح يخزنها ايه؟ جوه ملف كده خاص بيه بالكاستمر اي دي. تمام، بيخزنها از كولوم. فبالتالي في طريقه الفيتش او الشغل بتاعي بيكون اسرع بكتير واحسن بكتير. طيب عندي ايه كمان؟ انا قلت له دوت باركيت هتحفظه فين؟ جوه ملف اسمه انجستشن. تمام، وجوه البرونز بتاعتك. تمام،
طيب الملف ده هيكون اسمه ايه؟ نفس اسم الايه النيم بتاعك اللي جاي لك، النيم المنظر ده. تمام، النيم بتاعتك. طيب بعد كده لازم بعد ما تعمل خطوه زي ديت لازم تدي ايه سبارك دوت ستوب عشان توقف الانجن بتاعه. وبعد كده ممكن نعمل برنت حاجه حلوه كده، نقول له ايه مثلا سبارك ستوب. تمام. وبرضه عشان نبقى شايفين الخطوات واحنا شغالين نعمل لوجينج ازاي. نيجي هنا قبل ما يبتدي اللوب نيجي نقول برنت مثلا ايه آه اي ايموج، واجي اقول له ايه النيم بتاعي اللي هو مره هيكون كاستمر مره هيكون اوردر وهكذا. اقول له ايه ستارتد. تمام. واخدها نفسها بالظبط قوي، واجي انا احطها هنا تحت بعد كل واحده يقول لي ايه مثلا اند او اند، وهنا ستارت وهنا اند. تمام كده انا خلصت البرونز لاير. انا دلوقتي اللي اعمله ايه بالظبط؟ هروح اجيب الداتا ديت من السورس. تمام. وبعدين اروح احطها فين؟ في البرونز لاير. فالكود بتاعي هو بيعمل ده. تمام. طيب طبعا انت عشان تقدر تشتغل بروجكت زي ده انت لازم يكون معاك اساسيات سبارك. تمام. واساسيات بايثون اكيد يعني. طيب هنيجي نعمل ايه؟ هنرن. طيب انا عايز ارن ادخل جوه الماستر ورن الكونتينر بتاعي. في ايه بقى؟ عندي امر اسمه دوكر اكسكيوت. تمام او اكسكيوت. تمام. داش اي تي. وبعد كده اديله السبارك ماستر بتاعتي وبعد كده اديله باش يعني تخش لي على التيرمينال بتاعي. تمام. انا كده دخلت جوه الايه السبارك تيرمينال بتاعتي. بعد كده لو جيت عملت ال اس عليها فاضي انا دلوقتي محتاج ادخل على السبارك سمت. فانا محتاج اعمل ايه؟ اجي اقول له او بي تي او بي تي وبعد كده سبارك وبعد كده اديله ايه بن وبعد كده اديله سبارك داش سمت. تمام. وبعد كده انا عايز ارن الملف البرونز ده. هرنه ازاي؟ انا كده دخلت جوه بس عشان اجيب السبارك سمت. طب انا عايز ارن الملف. حاجه اديله امر آه اسمه ايه سبارك او هاجي اديله كده انجكشن اب. تمام. انجكشن انجكشن. وبعد كده اديله ايه البرونز. وانا هنا لازم اعمله كده برونز دوت بي ار. تمام. ادخل لي جوه الاب وبعد كده هتلاقي فولدر اسمه انجكشن اللي انا حاطط فيه الكود بتاعي. وبعد كده رن لي الملف اللي اسمه ايه برونز دوت بي اي. تمام. هدوس انتر. قال لي في مشكله. تعالوا نشوف ايه المشكله ديت اصلا بالتفصيل. هو هنا بيقول لي mount forest. هو غالبا احنا كاتبين حاجه في السيت اب بتاعته غلط. no custom resource for spark drive. هو المشكله مش كود تقريبا. خلينا نشوف في الكونفجريشن. هنا احنا حطيناها في ليست. هي المفروض متبقاش ليست ماستر ما بتقبلش من هنا كده. نعمل سيل. تعالى نرن تاني. يس. تمام اشتغل. دخل اهو جوه الكاستمر ستارت وبعد كده بينفذ.
بينفذ. وبعد كده ايه، عمل كمبيوتر. وبعد كده عمل ميتا داتا. لو احنا نزلنا هتلاقيه بقى ايه، بيدخل على كل واحدة. بس دخل على ايه، اوردر اند، خلصها. وبعد كده دخل على الاوردر ايتمز ستارت، وهكذا يفضل يشغل على كل الملفات لحد ما يجي في الاخر يعمل ايه، اخر حاجة عندك اند. وبعد كده عمل لك سبارك ستارت. طب اعرف منين هو خلص ولا لا؟ لو جيت عملت ال اس هلاقي فولدر الانجكشن ظهر عندنا. تمام. طيب انا دلوقتي حفظتها فين؟ جوه الانجكشن بتاعتي. طيب هاجي اقول له سي دي دخلني الانجكشن، ودخلني او خليني جوه الانجكشن، اعمل ال اس هلاقي البرونز اللي احنا كتبناها هنا اهو. تمام، عمل لي الفولدر. جميل. طب اقول له دخلني جوه البرونز، هلاقي ايه؟ هلاقي بقى دخل على ايه، الكاستمر والاوردر ايتمز والاوردرز والبرودكتس والريفيوز والسيلر، اللي انا قلت له ايه، هاتهم لي من السيز في. طب جميل، لو انا فتحت حاجه زي الكاستمرز كده وجيت مثلا عايز اشوف الكوانتيتي بتاعته كام رو، بص هنا كام، مثلا كام، 99442. تمام. فرقم كبير جدا، فالداتا سيت دي كبيره، عشان كده سبارك هو اللي يقدر يتعامل معاها. ما اقدرش اديها مثلا بانداز ممكن يضرب معايا. طيب لو انا جيت هنا دخلت جوه الكاستمرز عايز اشوف هو حفظها لي ازاي، حاجه هو سي دي جوه الايه الكاستمرز، على ايه، جيت عملت ال اس، بص على ايه، عملها لي على بارتيشن. تمام، كذا بارتيشن. ميزه البارتيشنز ديت بتبقى سريعه، على 3 بارتيشن بتبقى سريعه، يعني قسم لي الملف السي اس في على 3 بارتيشن، كل بارتيشن شايله جزء. تمام، ليه؟ عشان وانا بعمل مراحل الكليننج او الترانسفورميشن يتعمل بسرعه. لو انا كلها حملتها في مكان واحد، تمام، الدنيا ايه معايا تبوظ. فانا اقدر اقسم البارتيشنز براحتي. تمام، واقدر كمان اللي انا ايه، اشتغل بيه. بس الفكره كلها الكستمايزيشن بتاع سبارك، اللي انا بقدر اشتغل على اكتر من كلاستر في نفس الوقت، فمهما كانت الداتا كبيره انا اقدر اشغله واطلع ايه، اكيورسي عالي. طيب انا كده عملت مرحله البرونز لاير، عايزين نعمل مرحله السيلفر ليك. طيب السيرفر لاير هي مرحله ترانسفورميشن. تمام، مش بزنس لوجيك. يعني ايه ترانسفورميشن؟ يعني اتاكد ان مفيش دوبليكيت، مفيش نول، التايم، الديت والتايم مظبوطين. تمام، دول 3 حاجات تهتم بيهم وانت شغال في مرحله الترانسفورميشن، ودايما انت بتحتاجهم. طب في مرحله الجولد لاير انت بقى بتبتدي تبني البيزنس لوجيك بتاعك اللي هتحتاجه في الشغل بتاع الداشبوردنج واحنا بنعمل باور بي اي. تمام، او بنعمل اي داشبورد. طيب لو انا جيت هنا هكريت ايه، نفس ما انا عملت في البرونز، هكريت ملف جديد واسميه سيلفر دوت بي واي. جوه السيلفر دوت بي واي ايه بقى، بياخد وقت عندي عشان يكريت فايل، طبعا عشان دوكر والسكرين ريكوردر وكله شغال مره واحده. وانا في سبارك قايل له استخدم كل البروسيس عندي، فمتقل بس.